السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم طارق احمد. النهارده فيديو جديد. الفيديو النهارده خاص شويه لان انا ما عملتوش من دماغي قوي. هو انا كنت نزلت لكم 4 اقتراحات على الفيس. كنا نزلنا كده، طلبنا منكم ان انتوا تختاروا من وسط 4 مواضيع. اول موضوع كان الاوتاكو هم متابعين الانمي عشان الناس اللي سالت، او الناس اللي بتعشق الانمي بمعنى صح. وتاني موضوع كان عن سجن الكاتراز. وتالت موضوع كان عن البرفكشن او ازمه البرفكشن، او اللي هي جايه من كلمه بيرفكت، فكره الكمال بمعنى صح، او ان انت لازم تعمل حاجه توب قوي. رابع موضوع قلنا هنتكلم عن الكليات، ولكن الاصوات بقى جت كالاتي. موضوع الاوتاكو محدش جاب سيرته خالص خالص، مش عارف ليه. تقريبا انا بس اللي كنت عايز اتكلم عن الموضوع ده. كان موضوع لطيف صدقوني. تاني موضوع كان سجن الكاتراز. سجن الكاتراز كان عندنا كريم، زياد وليد، علي خضر، محمد فريد. كلكم حبيتوا ان احنا نتكلم عن الموضوع دوت. طبعا احنا المفروض كان الاستفتاء يقعد كام يوم، بس احنا حاولنا بس ننجز. يعني احنا تقريبا لسه نازلين الاستفتاء ده من شويه صغيرين. تالت موضوع كان البرفكشن. فيه 3 كانوا حابين ان احنا نتكلم عنه، الناس اللي بعتت لي على الواتس او الناس اللي بعتت لي على الفيس. تسنيم، احمد حسن، محمد فريد. احنا كده محمد فريد حاطط معانا صوتين. معانا كان موضوع الكليات، وهو ده اللي هنتكلم عنه النهارده، لان جيس وات يعني هو ده اللي خد كل الاصوات. عمر حسن، شهاب، زياد ناصر، بهاء، عمرو، واحمد حسن كان حابب برضه نتكلم عن الموضوع. اختيارات خاصه عبد الله احمد. عبد الله كان عايزنا نتكلم عن بريكنج باد، ففي ناس كتير اتكلمت عن بريكنج باد، وانا اصلا يعني متابع بريكنج باد متاخر شويه، فالموضوع يعني هيجي بعد. يعني كريم حرب كان عايز نعمل له انفايت لفرحه. يعني الناس اللي ما تعرفش، هو انا اصلا جرافيك ديزاينر، فكريم حرب ده صاحبي من ايام الجيش خلاص. فهو كان عايز نعمل له الانفيتيشن بتاعت الفرح بتاعته، فانا سالته والله امتى، بس هو لسه ما ردش. فبس النهارده بقى هنتكلم عن الكليات. هنحاول ما اطولش عليكم. في شويه حاجات كده لازم تبقوا عارفينها قبل ما نبدا الحلقه. ان اولا ده رايي انا الخاص في الكليات، مش هنتكلم عن الكليات بشكل عام، هنتكلم في حاجات معينه قوي، وبرده ده رايي الشخصي. فلو انا عندي حاجه غلط او معلومه غلط يا ريت تصححوا لي. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، ويلا بينا. دايما في بدايه الثانويه العامه الناس بتتحط دايما في اختيار ما بين الاثنين. في دايره كده الناس بتختار ما بين حاجتين، يا اما وده اللي معظم بيعملوه وده غلط، ان انت تيجي تقول انا هجيب مجموع ومش مهم بقى، يعني انا هركز على ان انا اجيب مجموع كبير، مش مهم الكليه، هبقى اشوف بقى انا هدخل كليه ايه بعدين، بس اجيب مجموع الاول. ده اكبر غلط، لان ده في الاخر بيدخلك في كليات انت مش حاببها ومش راضي عنها ومش عايزها، وغالبا ما بترتاحش فيها. طيب تاني اختيار ان انت بتبقى حاطط في دماغك كليه معينه، والكليه ديت بتحاول تسعى وتجيب المجموع الخاص بيها. الموضوع ده مش غلط، الموضوع ده كويس جدا، ولكن لازم تبقى انت حاطط احتماليات لنجاحك حقيقيه. يعني هو مطلوب منك ان انت تحلم وتحاول تسعى وي 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 والكلام ده كله بيبقى كلام مريح شويه، ولكن الفكره كلها ان انت لازم تبقى انت حاطط عدد ساعات مذاكره ليك ومظبط دنيتك، وعارف انت مذاكرتك قد ايه، وانت استيعابك كويس في المواد. وفي الحاله دي تبدا تحط النقاط بتاعتك دي تقدر توصلك لأني كليه. الموضوع ما بيبقاش ان انت احلم وخلاص، او احلم واقعد اشتغل على ماده مادتين وسيب باقي المواد، وايه ده انا ما جبتش المجموع اللي انا عايزه ليه. اولا انت لازم تكثف جهدك في ثانويه عامه بالنسبه للمواد كلها بشكل متساوي. وموضوع ثانويه عامه ده هنتكلم فيه بعدين، هو مش وقته. ومش وقته ان احنا نتكلم فيه، خلاص يعني ثانويه عامه خلاص قربت تخلص. احنا دلوقتي داخلين على فكره تانية، وهي فكره الكليات او الجامعات وكليتك وتخصصك اللي انت ناوي تتخصص فيه. اولا انا هنتكلم عن الكليات بشكل عام، بس هنتكلم عن الادبي قبل ما نتكلم عن العلمي. خلاص خلينا، لان انا اوريدي كنت ادبي، فانا هكلمكم عن التخصص بتاعي شويه او كليات الادبي شويه. في عندنا نوعين من الكليات، كليات قمه وكليات مش قمه. خلاص كليات القمه زي ما هي باينه قدامكم كده، طبعا اعلام، اثار، ألسن، سياسه واقتصاد. خلينا نقول في مصطلح كده جديد، او مش جديد يعني احنا ماشيينه بقالنا فتره. المصطلح ده هو مصطلح الزوكيني زي ما هي باينه قدامكم كده على الشاشه. فمعظم كليات القمه اللي انتم شايفينها دي هي يعني كليات القمه دي كلها بتحتاج الزوكيني اللي انا بقول لكم عليه. فللاسف عشان تقدر تشتغل منها، ان انت تدخل الكليه وتشتغل، انت هتحتاج فكره الزوكيني اللي احنا بنقول عليها. فما انصحكش تحط حلمك على كليه انت مش ضامن ان انت تطلع تشتغل منها. يعني
مش الذكاء ان انت تحط حلمك في كليه انت مش ضامنها او مش ناوي ان انت فعلا يعني عارف ان انت لو طلعت منها هتحتاج مساعدات كتير قوي عشان خاطر انت تقدر تشتغل، يعني مش هتشتغل بشهادتك بالفعل يعني. طيب يبقى انا كده افضل لي، بعيد بقى عن كليه اعلام او ألسن او اي حاجه من كليات القمه احنا بنتكلم عليهم ثابت، يبقى انا كده افضل لي بقى الكليات العامه بتاعتنا او بتاعت الشعب كله عامه، وهي فكره تجاره، حقوق، اداب، تربيه، خدمه اجتماعيه. في فنون جميله طبعا بس دي مش كليات شعب قوي، دي كليات نقدر نقول ايه يعني قمه، ولكن مش وقتها برضو، ليها موضوع هنتكلم عنه. كليات الشعب او كليات العامه دي ده بالنسبه للادبي. تعالوا بقى ناخد العلمي. فالعلمي انت عندك طب، هندسه، خلاص بالفرعين بتوعها وبالشعبتين بتوعها، وعندك بعد الطب وتخصصاته والهندسه وتخصصاتها والكلام ده كله عندك مثلا كليه علوم، لان دي ما ينفعش تدخلها من ادبي خلاص. وفي فرق طبعا ما بين دار علوم وكليه علوم، وده برضو ليه موضوعه. ده طبعا بالنسبه زي ما انتم شايفين كده، يعني زي ما انت شايف على الشاشه عندك انت، دي تخصصات كليات ودي كل حاجه. كل اللي بتاع علم ده يقدر يدخل ادبي، لكن مش كل ادبي يدخل علمي. تمام، ده بالنسبه للكليات وتصنيفاتها. عندنا برضو طبعا بعض المجالات اللي موجوده لعلمي مش موجوده لادبي، زي مثلا الحاجات اللي ليها علاقه بالرياضه يعني بمعنى صح، او الهندسه او دي حاجات تقدر تدخلها من علمي، كان ما ينفعش تدخلها من ادبي. اذا فالخلاصه ان بتاع علمي مفتوح له كل الكليات بتاعت ادبي، على العكس من بتاع ادبي كليات معينه بس اللي يقدر يدخلها، مش مفتوح له كليات علمي. دلوقتي بقى نيجي للسؤال مهم او السؤال رقم 1 معانا، وهو هل ادخل كليه تجاره ولا لا لو انا ما قدرتش اجيب مجموع كبير؟ بص انا ما انصحكش. اشمعنى كليه تجاره لا؟ اولا كليه تجاره لو انت دخلت بسيرش بسيط جدا على النت هتلاقي ان نقابه التجارين في مصر نفسها هي منزله ان كل سنه بيتخرج من كليه تجاره 100,000 شخص. انت متخيل يعني 100,000 شخص بيتخرج من كليه تجاره؟ انت هتشتغل ازاي؟ فالحل الوحيد ان انت عشان تشتغل يا اما يبقى انت بقى زوكيني والدنيا معاك ماشيه زي الفل، يا اما يبقى انت اوريدي معاك شهادات كويس جدا، شغال على نفسك كويس جدا في كورساتك جوه الجامعه يعني من قبل ما تخلص حتى، وتقديرك يبقى كويس. يعني لازم الثلاث حاجات دول، فاهم؟ طيب فرضنا ان انا دلوقتي واحد من ابناء الشعب العاديين يعني، مش اللي هو ايه، مش اللي هو عندي كورسات او لحقت انزل اشتغل والمواد بس كانت تقيله عليا لوحدها ومش عارفه ايه. فخلاص انت حاول دايما تدور على قسم فعلا في تجاره ممكن يشتغل. يعني معظم الناس لما بتكلم معاهم بيقولوا لي ان هم عايزين يدخلوا قسم محاسبه. فقسم محاسبه اولا يعني مواده صعبه جدا، هو تقيل عليك نفسه في دراسته، وفي الاخر ما بتعرفش تجيب فيه مجموع كويس فبيحبطك جدا في ان انت تيجي تلاقي شغل. وفي الاخر الموضوع في الاخر ما بيتقاس في سوق العمل دلوقتي في اي مجال بانت اتعلمت ايه في الجامعه، هو بيتقاس انت لو جيت قعدت دلوقتي هتعرف تشتغل ولا لا. وللاسف كل الناس مش بيقيسك كده، هو بيجي مش بيقولك اقعد جرب، هو من الاخر بيجي يشوف انت اشتغلت فين قبل كده. فعشان كده لازم يبقى عندك اكسبيرينس كويس في التدريب وانت جوه الجامعه، في ان انت لو عرفت تنزل تتدرب في مكتب محاسبه الموضوع هيبقى ممتاز بالنسبه لك. طب ما عرفتش تتدرب في مكتب محاسبه فالافضل ان انت تبقى واخد كورسات محترمه شويه بالنسبه لكليه التجاره. طيب في ناس تانية بتبقى عايزه كليه تجاره بس مجموعها ما جابهاش اصلا، فبتضطر ان هي تدخل تجاره عن طريق ان هي تدفع فلوس او خاص او انا ما انصحكش تماما تعمل الفكره دي، وهقول لك ليه. يعني دي لسه ليها شويه قدام هنتكلم عن فكره الجامعات الخاصه. طيب نقطه رقم 2، نفس السؤال. انا دلوقتي ما عرفتش ادخل اي كليه، مجموعي ما جابش اي حاجه، فمش لاقي عندي غير حقوق وبعض الكليات تانية، فادخل حقوق. ما انصحكش برضو تدخل حقوق لان حقوق بيتخرج منها 190,000 بني ادم كل سنه. تتكلم في 190,000 بني ادم، يعني اذا كانت تجاره 100,000 حقوق 190. يعني حقوق مشوارها طويل. ان ما كنتش انت سواء تجاره او حقوق عندك مثلا مكتب محاسبه هتنزل تتدرب فيه، عندك مثلا مكتب محامي معين محترم كبير ان انت تنزل تتدرب فيه، فانا ما انصحكش تماما ان انت تدخل او تاخد ان انت القسم بتاع كليه حقوق بصراحه يعني. ده بالاضافه طبعا ان هي بتحتاج وقت كتير جدا عشان تاخد الكارنيه بتاعك، واسال اي حد دخل الكليه قبل ما تدخل انت كليه على طول. فللاسف الكليتين كانوا كليات قمه جدا في مصر زمان جدا، لكن دلوقتي الموضوع بقى صعب، وبقى الكليات بقت تحتاج حاجات كتير جدا عشان انت تقدر انت تشتغل بس عادي. ده غير طبعا انت بعد ما بتخلص بتاخد فتره عقبال ما تاخد الكارنيه بتاعك، وبعد ما تاخد الكارنيه بتكون انت المفروض تتدرب سنتين اصلا عشان محامي عند محامي عشان تاخد الكارنيه، وبعد ما تاخد الكارنيه بتنزل حاجه اسمها جدول عام، وبعد كده تقعد فتره عقبال ما تتخصص. الموضوع بيبقى مجهد ومتعب، وبتلاقي ان انت وقت كتير منك ضاع. ده بالنسبه للسؤال رقم 1. طيب السؤال الثاني وهو عندي تربيه وعندي كليه اداب، انهي احسن؟
انهي بيشغل. اولا واخيرا كليه اداب احسن جدا من كليه التربيه في الماده العلميه. انت ماده علميه بتبقى شخص اكاديمي يعني متعلم ماده علميه صح جدا واعلى بكتير. لكن اللي بيميز بس فكره التربيه عن اداب، وده كان زمان، دلوقتي الموضوع بقى قليل قوي في التمييز ده، هي فكره ان بتاع التربيه بيدرس تربوي، بيدرس اساسيات تربيه وازاي يتعامل مع الطلبه، فالموضوع بيبقى مختلف. طيب بالنسبه للاداب، اداب ما بيدرس تربيه، وده اللي بيخليه لما يخلص، لو انت عايز تشتغل مدرس مثلا، خلينا نقول اداب فلسفه، فده بيخليك تاخد سنه تربوي زي دبلومه اسمها دبلومه التربيه. ده نفس الكلام بالنسبه لاداب جغرافيا، بالنسبه لاداب تاريخ، بالنسبه لاي نوع من انواع كليات اداب يعني. طيب السؤال الثاني، هل يعني بشتغل على طول اول ما اخرج؟ في كليتين زمان كانت التربيه بتطلع تشتغل على طول، لكن اداب كان بيستنى سنه عشان يعمل دبلومه تربيه، لكن دلوقتي الموضوع بقى واحد، لان المدارس بتبقى محتاجه مدرسين كتير، رغم ان هم مش كلهم بيتعينوا، الا ان الفكره كلها ان انت ممكن تشتغل عن طريق حاجه اسمها ان انت تبقى مدرس متطوع في اي مدرسه، وده مش بتكسب فيه كتير، خد بالك الموضوع كله بيبقى قائم زي ما انت عارف كده، موضوع الدروس وكده. ده بالنسبه لكليه علوم، وبالنسبه لكليه دار علوم، والسؤال هو هل دي هي دي؟ لا، خد بالك يا صاحبي من الخازوق ده، لان الخازوق ده ناس كتير لبسته قدامي. دار علوم هي كليه زي اداب لغه عربيه كده، فاهمين يعني؟ عربي، فاهم؟ انت بتدرس عربي وشعر ومعلقات وحاجات كده، يعني انت اللي انت هربان منه في ثانويه عامه هتروح تلبس فيه تاني هتروح تلبس فيه في الجامعه، فاهم؟ والجامعه بقى يعني، فاهم؟ هتلبس. طيب بالنسبه بقى للعلوم، لا، بالنسبه للعلوم هي كليه تانية خالص، ليها جزء خاص بتوع علمي قوي لما بيخلصوه بيدخلوه. واللي انا اعرفه ان الكليه دي انت بيبقى ليك زي رخصه كده مثلا ان انت تفتح معمل تحاليل، فكره معامل التحاليل بتيجي عن طريق الكليه دي. الموضوع بيكسب جدا لو انت في الفعل ظبطت حته معمل التحاليل دي، وصدقني هو بيكسب جامد. انت بس حاول تدور على الموضوع اكتر، لان انت لو حابب تتخصص في الكليه دي فصدقني الموضوع بتاعها لطيف. السؤال اللي بعده هو اعلام وسياسه واقتصاد والسن واثار. بص، انا ما انصحكش تدخل سياسه واقتصاد ولا اثار. انت طبعا عارف ان انت لازم يبقى ليك حد عشان تشتغل والكلام ده كله، يعني مش محتاج ان احنا نتكلم عليه كتير، فما انصحكش بيهم خالص. طيب فاضل لك ايه؟ فاضل لك اعلام وفاضل لك ألسن. ناس كتير نفسها تدخل اعلام، ناس كتير نفسها تدخل ألسن. وهنا بقى الموضوع المهم والسؤال الاهم، انا مجموعي ما جابش اعلام ولا جاب ألسن، ادخلهم خاص؟ وهنا نبدا نفتح في موضوع وسؤال معين، وهي الجامعات الخاصه هل هي تستاهل فعلا ان انت تصرف فيها فلوس ولا لا؟ بص يا معلم، الموضوع ببساطه كليات وكليات لا. يعني مثلا كليات طب، كليات هندسه، دي كليات ماشي، انا اقدر اقول لك ان انت ممكن تدخل فيها تدفع فلوس معينه وتدخل خاص والكلام ده كله، لكن خليني صريح معاك برضو، يعني 56,000 كتير قوي على كليه طب اسنان، كتير. طيب وعندك بعض الكليات بتبقى معديه كمان 56,000. بعض الكليات دايما تاني عشان الصيدله بتبقى معديه. عندك مثلا كليه اعلام دي 30,000 لوحدها، 30,000 بتدفع. فكتير، مع ان انت لو خدت 30,000 ونزلت خدت بيهم كورسات مونتاج وديزايننج، وخدت بيهم كورسات ونزلت عملت ورش وشقيت شويه ودورت على النت، هتلاقي ان الورش والحاجات دي انت لو نزلتها هتخليك انت توب في مرحله تانية، غير ان انت تدفع فلوس كتير في خاص اعلام وهي ملهاش اي لازمه. لما بتخلص اعلام حتى لو انت داخلها عادي من غير فلوس او مش فارق معاك، ودفعت الخاص ودفعت فلوس خاص ودخلتها، لما بتخلص بتلاقي نفسك بتتساوي باي حد خريج من اي كليه اعلام، كله ملوش اي 30 لازمه طالما ما يعرفش عن الكليه وما يعرفش يشتغل. طب امتى تعرف تشتغل؟ لو انت نزلت ورش، لو انت خدت كورسات، لو انت قادر تمنتج، قادر تشتغل الشغل بتاع الاعلام، يعني فاهم؟ طيب الاعلام تخصصات، في منهم مثلا اخراج، في منهم صحافه، في منهم الحاجات دي كلها انت تقدر تعملها بره الجامعه، بره الكليه اصلا، يعني انت ممكن تدخل اي كليه انت عايزها وفي نفس الوقت تاخد كورساتك في جزئيه الاعلام. نفس الكلام ده ارجع اقوله لك تاني مع ألسن. معلش تعالى نحسبها حسبه بسيطه جدا، يعني انت مصاريفك في ألسن مثلا خلينا نقول 27,000 جنيه في الخاص. طيب خلينا مثلا عايز اقول ان انا عايز ادخل لغات وترجمه، يا سيدي لغات وترجمه 27,000 جنيه خاص عشان مجموعي مش جايبها. طيب فرضنا ان انا دلوقتي لو نزلت اخد كورس في الجامعه الامريكيه، انت عندك خلينا نقول الليفل ب 1200، يعني فاهم؟ خلينا اقول لك الليفل ب 1200، انت تخلص الليفلات بتاعتك وهتبقى انت راجل، يعني انت واخد الكورس في الجامعه الامريكيه، انت فاهم اللي انا بكلمك فيه؟ ان موضوع ان انت تدفع فلوس في جامعات خاصه هي فكره خسرانه قوي. انت الافضل لك ان انت تدفعها في كورسات في اماكن معتمده، في اماكن كويسه. خلينا نقول مثلا انت عايز تدخل ألسن الماني، مجموعك مش جايبها. السنه اللي فاتت ناس كتير كانت سالتني مجموعهم مش جايب ألسن الماني او ألسن لغات معينه، وحابب يدخل
خاص. فانا قلت لهم يا جدعان انت الفلوس اللي هتصرفها في خاص تقدر تصرفها في كورساتك. يعني انت بص، موضوع كورسات انت ممكن تلاقيه بكرره كتير، لكن هو ده الواقع. انا كشركه، حط نفسك مكان الشركه. يعني انا كشركه مش هشغلك معايا وانت ما تعرفش حاجه، كده هشغلك لو انت قادر ان انت تخلص الدنيا. ما ينفعش انت تيجي تقول لي انا معايا شهادات معتمده من كامبريدج ومن بريتش كانسل ومعايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا، واجي اقول لك طب خلاص ماشي، يعني يلا بينا كونفرزيشن وانترفيو وهنتكلم، عليك انت ضايع في الاكسنت نفسها. وياما ناس خدت كورسات كتير جدا، والكورسات دي اهلتهم ان هم يبقوا انستراكتور دلوقتي وبيكسبوا جدا عن طريق ان هم بس بيدرسوا اللغه. فدي نصيحتي ليك لو انت ما جبتش مجموع الخاص وناوي تدخل بيه كليه زي كليه اعلام او كليه ألسن. تقدر توصل لهم من غير الحاجات دي كلها. نفس الكلام برضو على كليه فنون جميله، لو انت ما جبتهاش تقدر تاخد لها كورسات. تتعلم ايه؟ تتعلم ديزايننج او كمبيوتر ساينس مثلا، تدفع فلوس كتير جدا على الفاضي. طب ما انت الحاجات دي كلها تقدر يا باشا انت تاخد لها كورساتك وتظبط دنيتك، وانضف 100,000 مره من اللي انت هتتعلمه اكاديمي. لان في الجامعه انت تتعلم اكاديمي جدا، صدقني ما تبقاش فارق عن اي حد. بالعكس، ده لو واحد شغال ديزاينر او عنده الموهبه بتاعه الديزاين واشتغل فيها 2-3 قبلك، بيبقى انجح منك، لان هو لمس السوق. دايما حاول تبقى انت لامس السوق وانت جوه الجامعه. السؤال اللي بعده هو خازوق كليه اداب. كليه اداب، انا خريج اداب جغرافيا. خازوق بتاع كليه اداب هو انا نفسي يعني لبست الخازوق ده في البدايه وانا داخل الجامعه. بص يا معلم، في حاجه اسمها اداب انتساب وفي حاجه اسمها اداب انتظام. طبعا هتقول لي الكلمه المعتاده اللي الناس كلها عارفاها، وهي ان اداب انتساب بس بيدفع فلوس ازيد وكمان ما بيحضرش براحته. مش في كل كليات اداب، يعني احنا عندنا كنت لا، غصب عنك لازم تحضر، وعندك اعمال سنه وعندك حضور وغياب وعندك ابحاث بتسلمها. مع ان انا كنت اداب انتساب بس برضه لا، الفكره ان انت كنت تدفع فلوس ازيد بس. فخليك عارف ان ما بقتش الموضوع بتاع اداب وانتظام على سن ده مسموح له يغيب وده لا، الاثنين دلوقتي يعتبر واحد. ده اول بوينت. تاني بوينت وهي دي المشكله، وهي فكره ان اي حد يقول لك خش اداب حتى لو جات لك في اي مكان انتساب خشها. انا اتقال لي الكلمه دي وانا طالب في ثانويه عامه، وصدقني دخلت اداب وسمعت النصيحه، دخلت اداب انتساب وحلوان عشان خاطر بس يبقى مكان قريب ومش عارف ايه، بدل ما اروح مكان بعيد. عايز اقول لك المفاجاه، اداب انتساب 4 كليات بس اللي كانت مسموح لي ادخلها: اداب لغه عربيه، اداب فلسفه، اداب تاريخ، اداب جغرافيا. طبعا انا استحاله ادخل لغه عربيه، انا هربت منها اصلا. كنت ضايع على اللغه العربيه. تعالى ندخل تاني. ايه تاني عندك؟ فلسفه. انا كنت مقفل الفلسفه، كنت جايب 60 من 60 في السنه بتاعتي. لكن لا، فلسفه ما حسيتش ان هي ليها شغل قوي. تعالى نشوف ايه تاني. تاريخ ما دخلتهاش. بص يعني ساعتها وعلى ايامي ويمكن ما زال شويه، التاريخ طالب ذاكر انت كده كويس، الطالب ما ذاكرش انت ما بقتش كويس. ففاضل لك ايه؟ اداب جغرافيا، دي كانت كليه كويسه. خد بالك كمان اداب جغرافيا انت لو جبت فيها مجموع كويس وخدت كورسات ونزلت تدريبات معينه تقدر تبقى مهندس مساحه. ايوه، مهندس من ادبي ينفع تبقى مهندس مساحه. وده اللي بيخلي كل الناس اللي بتفشل في علمي تدخل في اداب جغرافيا وتحاول تبقى مهندس مساحه. وطبعا كله بقى في اول سنه دي بتلاقيه معلم راح مغير البروفايل بتاعه وراح كاتب لك انجي كذا انجي كذا، فاهم؟ وفي الاخر طبعا بيدخلوا كلهم شعب عام عادي، يعني بيبقوا معانا في الاخر. لكن عامه ده بالنسبه لكليه اداب. فحاسب من خازوق كليه اداب ان هو اداب انتساب مش كل الكليات مفتوحه له، زي مثلا اداب علم نفس دي موجوده انتظام بس، اداب لغات كلها موجوده انتظام بس. وده ينقلنا للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هو هل في كليات يوزلس؟ خليني اتفق معاك اتفاق كده. يوزلس دي يعني هي مالهاش لازمه. خليني اتفق معاك اتفاق كده بسرعه ان كليات اليوزلس اللي موجوده كتير، زي من ضمنهم تعال نشوف اداب لغات شرقيه. كليه يوزلس واسال اي حد خريج اداب لغات شرقيه هو واداب عبري، انت فعلا ما بتستفادش منهم اي حاجه. طيب تعال نشوف كليات ايه تاني. اداب تاريخ زي ما قلت لك هي كليه يوزلس غير لو انت حابب تبقى مدرس، لان اداب تاريخ انت ممكن تبقى منها تور جايد وتبقى مرشد سياحي والكلام ده كان زمان. دلوقتي ما بقاش ليها اي حاجه غير ان انت تبقى مدرس. انت عايز تبقى مدرس وشايف مستقبلك في التدريس، فانت ماشي سهل ان انت تدخل اداب تاريخ عادي، حتى انت ممكن تدخلها انتساب، هي ما بتحتاجش مجموع كبير. طيب ايه تاني اللي ممكن نقول عليه يوزلس؟ هي اداب علم نفس. اداب علم نفس هي من كليات اليوزلس جدا لو انت ما جبتش فيها مجموع، لان انت مش هتقدر تتخصص ولا تقدر تبقى تعمل ماجستيرك وتظبط دنيتك. لازم تجيب مجموع كويس عشان تعرف تعمل ماجستير، وساعتها تقدر تفتح بقى عيادات والجو ده، ماجستير ودكتوراه، وتقدر تفتح عياده نفسيه. ده في حاله ان انت حابب ان انت تدخل اداب علم نفس. ده بالنسبه لكليه اداب علم نفس. في بعض الكليات تاني الاداب اللي كويسه بس الناس مش واخده بالها منها،
وده ينقلنا للكليات اللي مش يوزلس لكن الناس مش واخده بالها منها، زي مثلا كليه اداب لغه صينيه. اداب لغه صينيه لو انت ظبطت دنيتك فيها هتبقى كويس، لان المستقبل رايح للصين، مستقبل التجاره كله في العالم رايح للصين. فمنطقي جدا ان انت لو كويس في اللغه الصينيه الموضوع هيظبط معاك، والموضوع هيفرق معاك جامد. بالعكس ده رجال اعمال كتير بيحتاجوا مترجمين صينيين يعني، او مترجمين للغه الصينيه. اللغه الصينيه كترجمه مطلوبه، ولكن هي من اصعب اللغات في العالم ان انت تدرسها. لو انت كنت اتفرجت على الحلقه اللي فاتت بتاعت اللغه اليابانيه تعرفوا ان هم بيدرسوا 10000 حرف ومفروض يحفظوهم ويرسموهم، ورسمها صعب يعني. فاللغه الصينيه مش سهله ولكن هي حلوه. طيب ايه كليات تاني اللي جميله والناس فاكراها يوزلس او الناس ما بتتجهش ناحيتها خالص؟ والكليه دي مظلومه جدا، وهي كليه تربيه رياضيه. تربيه رياضيه ليها شروط قاسيه عشان تدخلها، ولكن تربيه رياضيه ليها شغل كتير جدا متوفر بعد الجامعه. دي بقى الكليه اللي انا اقول لك انت لو دخلتها هتخرج تلاقي شغل، وده قدام عيني يعني بنفسي. طيب لو فرضنا ان في ناس خرجت ما لقيتش شغل معين رسمي، تقدر تنزل برايفت تدريب في اي مكان. كليه التربيه الرياضيه كليه كويسه جدا. انا لو كنت اعرف ان مستقبلها حلو كنت ممكن ادخلها، هي كليه كويسه. انا ما انصحكش تدفع فلوس في كليه خاصه غير لو هي ملهاش بديل في كورسات بره، زي مثلا كليه طب جراحه، طب اسنان، كليه صيدله، كليات هندسه المختلفه. الحاجات دي كلها ملهاش بديل تقدر تعوضه بكورسات، فللاسف انت مضطر تدفع فيها لو انت عايزها. طيب فرضنا ان انت عايزها ككليه عشان مكانه اجتماعيه، فما انصحكش ان انت تكمل فيها، صدقني انت مش هتبقى حاببها. في بوينت تاني لازم تبقى عارفه، ان في كليات معينه بتبقى مطلوبه جدا في الجيش. انت لو خلصت الكليه بتبقى مطلوب جدا في الجيش. فمثلا زي ما قلنا كليه الطب انت لو بتاخد فيها 7 سنين مثلا كليه، تطلع تاخد 3 سنين جيش لو محتاجين دايما دكاتره. مهندسين نفس الكلام. فانت بتلاقي نفسك مخلص في هندسه 5 سنين تعليم، تاخد معاها 3 جيش، فتخرج وانت بعد 8 سنين تبدا تشوف حياتك. بيكون زمايلك اوريدي نزلوا سوق العمل، بتبقى انت لسه بادئ في سوق العمل. اي نعم طبعا انت عندك خبره كبيره، ولكن خليني اقول لك برضو ان احسبها بالطريقه دي، احسبها بكذا جانب. شوف فعلا في شغل ولا لا، دور انت بنفسك في الكليات وشوف الكليات تخصصاتها ايه وبتطلع تشتغل ايه، ودور في السنه اللي فاتت وشوف تنسيق السنه اللي فاتت، وقبل ما تدخل ادبي ولا علمي ولا تقرر اصلا شوف ده الكلام ده بالنسبه لطلبه اولى ثانوي. شوف اصلا تنسيق علمي بيدخل من كام كليات ادبي والفرق الرهيب اللي هم بيقولوا عليه. وطبعا ده مش حقيقي، ما بيبقاش فيه فرق رهيب زي ما انت متخيل، ما بيبقاش فرق عالمي يعني. خليني اقول لك برضو ان تالتة علمي غير تانية واولى علمي، الموضوع فيهم بيبقى مختلف. فانت الاول اقعد ودور. انا لما جيت ادخل الكليه اللي انا دخلتها دورت بصيت على كل اقسام اداب وبصيت ايه اللي بيطلعوه، بصيت الكليات دي كلها بتخرجك تبقى ايه. خليني اقول لك مثلا زي ما قلت لك اداب جغرافيا انت تقدر تطلع منها مهندس مساحه، تقدر تطلع تشتغل في حاجه اسمها GIS اللي هي جيوغرافيك انفورميشن سيستم، وده الشركات بتحتاجه. الحاجات دي كلها مطلوبه. فانت من البدايه ما تخليش حد يقول لك كليتك دي كويسه ولا مش كويسه، انت دور بنفسك. حتى لو انا عامل لك الفيديو ده عشان اوفر عليك وقت، ده ما يمنعكش من ان انت تدور. زي ما قلت لك من بدايه الفيديو خالص، هو ده رايي الشخصي في الكليات مع بعض الارقام الحقيقيه شويه وانت ممكن تدور عليها. انت دايما اتعلم اللي انت بتحبه وكثف وقتك للي انت بتحبه، وفي نفس الوقت حاول تشتغل على نفسك في السكيلز، حاول يبقى انت عندك مهارات. طب فرضنا الدنيا ضاقت بيك، انت مش لاقي اي شغلانه، الكليات كلها مش ظابطه معاك، شوف انت ايه المجال اللي ماشي في البلد دلوقتي وحاول تتعلمه، سواء مجال الديزاين، سواء مجال ان انت تبقى HR، في كورسات للHR وهتبقى تقدر تشتغل منها، سواء مجال ان انت تبقى كونتنت كريتور مثلا، انت تقدر تعمل انت محتوى. الموضوع ده بدأ يبقى ليه اتجاه دلوقتي عام. في عندك مجال مثلا الديجيتال ماركتنج، هو بقاله فتره شغالين الناس عليه وفي ناس كتير وصلوا منه، ودلوقتي هتلاقي السوق بتاعه زحمه شويه، ولكن لو انت قدرت تميز نفسك هتبقى مختلف، هتقدر تتفوق، هتقدر توصل في اي مجال انت حابب فيه. ده ليه؟ ده لان انت عملت نفسك فرق، انت اوريدي ميزت نفسك، اوريدي اشتغلت على نفسك. ده كان كل حاجه للفيديو ده. اتمنى ان انا اكون ساعدتكم، اتمنى ان انا اكون ساعدت ناس كتير. صدقوني ده بيبقى الهدف الاساسي اصلا من ان انا بعمل الفيديوهات دي. ناس كتير من البدايه ما تعرفش انا ليه بنزل فيديوهات. انا حابب اساعد الناس، بس هي الفكره دي، الفكره حابب اساعدك واوفر عليك وقت، واوفر عليك تضييع وقت كتير هيفوتك لو انت محدش قالك الكلام ده، لان انا محدش قالي الكلام ده. انا صدقني بحاول افيدك على قد ما اقدر، لان
محدش هيفيدك، محدش بيفيد حد، محدش بينصح حد باخلاص بمعنى صح. وصدقني انا ممكن ما بقاش شايف الصوره كامله، ولكن انا بحاول اوريك جزء من الصوره. فحاول انت كمان تشوف، حاول انت كمان تدور، ما تسمعش وخلاص. اسمع مني وابدا دور وابدا بص بنفسك. صدقني الموضوع هيختلف معاك لو انت دربت نفسك وطورت نفسك. معلش انا طولت عليكم، ده كان الموضوع اللي انتوا كنتوا حابين تسمعوه النهارده. وستيل يا صديقي لا مش مش هتكلم في المواضيع اللي انت عايزها يا اسطى، لان المواضيع دي مش لطيفه، فاهم؟ المواضيع دي مش هتخلينا الدنيا تمام خالص. شكرا جدا للناس اللي بعتت لي والناس اللي حبت واقترحت علينا ان احنا نتكلم في الموضوع ده. ان شاء الله كل فتره هحاول، او كل يوم سبت بيبقى في حلقه جديده، هحاول ان انا التزم معاكم ان يبقى في حلقه كل يوم سبت. وان شاء الله هحاول برضو ان احنا نختار الموضوع سوا قبل ما نبدا نتكلم عنه. كنت مبسوط جدا ان انا عملت لكم الفيديو ده. ان شاء الله فيديوهات كتير احسن الفتره الجايه. وكان معاكم طارق احمد، مبسوط جدا ان انا عملت لكم الفيديو دوت. وحاول بقى يعني فاهم، كومنت وشير ولايك والكلام ده، يعني ادعم، فاهم؟ ما تبقاش اناني كده، يعني فاهم؟ تتفرج وخلاص. مبسوط جدا ان عملت لكم الفيديو. اشوفكم المره الجايه، السلام عليكم.